السجن الوهمي. عمر جاله عرض يسافر يشتغل برا مصر، فرصة عمره، بس هو مرعوب، خايف يسيب أهله وخايف يفشل ويرجع، خايف من الغربة. الخوف مكلبش رجليه ومخليه مش عارف ياخد قرار، وعمال يأجل ويأجل لحد ما الفرصة قربت تضيع منه. عمر واقف محلك سر، وسيناريوهات الرعب في دماغه أكبر بكتير من الواقع. هو خايف من الوهم أكتر من الحقيقة. ربنا قال إيه في القرآن؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم. ربنا بيقول لأم موسى لما تخافي عليه ارميه في البحر، وده منطقيا عكس الأمان، بس ده فعلا قمة الإيمان. ونفس الكلام قاله للسيدة مريم، لا تخافي ولا تحزني. الرسالة واضحة، سلمي مخاوفك للي بإيده كل حاجة في الدنيا. الخوف شعور طبيعي بيحمينا من خطر، لكن لما بيزيد بيبقى عائق. الشيطان بيستغل الخوف عشان يوقفنا عن الخير، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. يعني الشيطان عايزك جبان ومتردد وفقير، الشيطان يعدكم الفقر، لكن ربنا عايزك قوي ومتوكل وغني. عايز تتخلص من الخوف؟ اقتحم الخوف. الخوف ده عامل زي الظل، بيختفي لما تسلط عليه النور. خد خطوة صغيرة ناحية الحاجة اللي انت خايف منها، واجه اللي انت خايف منه. تاني حاجة التسليم، زي أم موسى، لما الخوف يزيد قول يا رب استودعتك أمري، ده بيشيل الحمل من على كتافك. موسى وهارون خافوا من فرعون، ربنا قال لهم لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. استشعر معية ربنا، واجه وسوسة الشيطان. لما يجيلك هاجس خوف استعذ بالله واعرف إن ده تخويف مش حقيقة. الشجاعة مش إنك ما تخافش، الشجاعة إنك تخاف وتعمل الصح. لما تكسر حاجز الخوف هتلاقي وراه حياة كنت بتتمناها.